عايزه حاجه؟ طب ما بلاش تروح الشغل النهارده. يا بنتي دي 5 مرات تقولي لي ما تروحش الشغل، في حاجه؟ لا مفيش. انت خليت قلبي مقبوض على فكره، امي بتعاملك وحش. لا امك ده بتعاملني احسن من اختك نوره، ده امك دي ملاك. لا والله يا ست، ربنا يهني سعيد بسعيده. لا ده انا مش هعمل كده، لا والنبي خليك النهارده. يا بنتي مالك في ايه؟ مش في، انا قلبي مقبوض ومش عايزاك. معلش لازم اروح الشغل، صح امي كده، بس اقعدوا تتفرجوا على التلفزيون وافطروا مع بعض. خلاص؟ ماشي. امي غلبانه على فكره. ما انا عارفه ده بحبها زي ما بتحبك. لا ده انا بموت فيها والله. ما تعرفش تزعلك. عايزه حاجه؟ ماشي يا ابو سلام. يلا مع السلامه. الله يسعدك حبيبي. مش عارف البيت دي فيها ايه، لازم اعرف فيه ايه، لازم اعرف ايه اللي بيحصل، لازم انا استخبى هنا ورا الستاره واشوف ايه اللي بيتم. ماما ايوه ما تقومي يلا، ده كله نوم. قومي يلا عشان نفطر، انا مش عارفه اقعد من غيرك. جوزك مشي؟ ماشي بالسلامه. طب ماشي انا جاي وراك. يلا روح انا جاي وراك. ماشي. ايوه ارميتي انت بقى بتعملي رجل عايزه وعيني تكسريني يا بنتي. والله مش ايه يا ماما. يعني تكفيني على وشي تكسريني؟ انا عارفه انك عايزه تموتيني صح؟ انت عايزه تموتيني، امال انت ما جاتش تلعبكيني توجعيني تكسر رجلي، انا قادره امشي اصلا. الله يسامحك. انت عايزه تموتيني انا عارف. ايه يا ماما؟ انا هواجك يا ماما اكسرك والله، انا بحبك والله يا ماما. هنفطر ايه؟ انت همك على الفطور بس، همك على الاكل. قوم هاتي لي الطبق بحبه ميه غسل رجلي. اقفي بقى يلا. قومي اقفي. ايه يا عسل؟ غسلت لك رجلك اهو ماما، مرضيه بقى؟ يعني هتذليني عشان غسلتي لي رجلي؟ لا والله ماما مش هغسل. امال ايه يعني؟ هنفطر ايه بقى؟ برضه هنفطر فول وجبنه. ما نغير يا ماما الفول والجبنه شويه. هو نغير ليه يعني؟ عايزه اعرف يعني نغير ليه الفول والجبنه؟ مالها؟ نعمه من عند ربنا. وبعدين انا القرار قراري هنا، انا اللي اقول نفطر ايه وناكل ايه ونشرب ايه. الله يرحم امك ما كانتش لاقيه الجبنه تاكلها ولا الفول. انت بتعامليني كده ليه يا ماما؟ بتعامليني وحش ليه؟ ده انا شايلاك وخدماك وشايلاك على راسي من فوق وبحبك. ما انت لازم تخدمينا، ما انت جايه ليه؟ ما انت جايه خدام. انت جايه خدام. ما انت جايه ليه يعني؟ انت يا ماما بتعملي فيا ده كله عشان انا مش ليا اهل يعني يا ماما؟ انا مش بطيقك. الله يسامحك يا ماما. انا مش بطيقك. الله يسامحك. يلا قوم يلا قوم، انا انام حبه ويصحيني ما تجهز الاكل. حاضر يا ماما. كله بيحصل. الو يا نور. الله الحمد لله على السلامه حبيبي. الله يسلمك. ثانيه واحده يا نور. تعالى يابا. الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه فطرتوا؟ امك عامله ايه معاك؟ امك دي في زيها، ده امك دي ملاك والله؟ ده امي كويسه، انا عارفه. ده حنيت الدنيا فيها. تمام، انتهى بس عشان اختي نوره معاها مشكله وعايزه. من عينيا حبيبي. ايه يا نوره؟ يا ماما. لا والله يا بنت الكلام ده يا بنت. تعالي يا ام. امك جنبك. ايه يا ابني في ايه؟ مال اختك فيها ايه؟ حماتها يا اما مفتريه، مش عارف، عمال تقول لها هاتي لي مغسل لي رجلي. لا اله الا الله. ليه؟ وتخليها بتكنس بزوجها يا اما مش عارف ليه يا مقطوع ملهاش اهل؟ وعمال تقول لها انت جايه محرومه وجايه خدامه ما بتاكليش. ربنا يخلي ابوها واخواتها. ايه ده يا بنت؟ قدام البيت مفتوح. امك بتقول لك البيت مفتوح. ما تيجي من الصبح يا ابني. تعالي من الصبح عادي. لا امك حجانيه. هي بتعمل امك فيها حجانيه ايه؟ مش بتظلم حد. هي بتعمل فيها ليه كده؟ هي ايه انت بتعمل فيك ليه كده؟ ايه هم الولاد ينفع اما نسكت عليها لا اما؟ ما ينفعش. مش ينفع يا اما. لا ما ينفعش. ليه بقى؟ عشان بنتك بنت ناس صح؟
طب ما دي برضه ياما بالناس على فكره ياما. انا ما رحت الشغل النهارده كنت مستخبي ورا الستاره وشفت كل اللي انت عملتيه ياما. ليه ياما؟ هي مقصره معاكي في ايه؟ انا الصبح قالت لي ما تروحش الشغل، قلبي حس. ده انا بعد ما جيت بقول لها امك مزعلاك، بتقول امك دي ملاك من السما ما زعلتنيش. ليه ياما؟ ما استحملتيش على بنتك، بتستحملي عليها ليه؟ بنتك لها اهل وهي عشان مقطوعه ياما. تقول لها هاتي لي ميه اغسلي رجلي ياما وانت خدامه ياما. ده بتقول لك ليه طريقه، بتقولي لها ياما فول وجبنه، تقول لك نغير اما تشتميها، تقول لها الله يرحم امك ما كانتش لاقيه. وسمعت ان حماتك زعلت بنتك عايزه تروحي تاكلي حماتك، وليك انت يعني لحمات بنتك ياما حلال وليك انت حرام ياما. امال ياما في ايه ياما؟ ما هي زي ما بنتك بنت ناس دي بنت ناس برضه ياما. انت يا بنت حقك عليا، انت حقك عليا، لان انا هتسال عنك يوم الدين عشان ملهاش حد ياما. عشان لازم يعني ياما يكون في عيلتها واحد ظابط عشان نحترمها، لازم يكون في واحد بلطجي ياما في عيلتها عشان نحترمها ياما. يعني عشان ماشيه بمرض لما نحط عليها طين ينفع ياما؟ انت غلطانه، زي ما بنتك بنت ناس دي برضه بنت ناس ياما. اللي انت عملتيه ما ينفعش، صح؟ ربنا يهديكم. السلام عليكم. ايام زمان كنا نسمع ان البني ادم على قد ما يكون محترم على قد ما الناس تقدره. طلع كل الكلام ده كله غلط. النهارده على قد ما تكون سافل على قد ما الناس تحترمك، على قد ما يكون لسانك طويل على قد ما تاخد وضعك في اي حته. هو احنا اتربينا غلط ولا احنا فاهمين غلط ولا في ايه؟ يعني تلاقي واحده النهارده عندها اتنين ولاد متجوزين، واحده تكون عيلتها مسنوده وسافله وقليله الادب، والتانيه عشان ما لهاش حد غلبانه تلاقيها جايه على الغلبانه ومش شايلها طين. ليه يعني؟ ليه؟ زي ما دي بنت ناس دي بنت ناس. المعامله بالمثل، اللي بيقدرنا هنقدره واللي مش هيقدرنا غور في داهيه. مش ده اللي ربنا خلقنا عليه؟ لازم تكون محترم عشان الناس تحبك ونبقى محترمين وناخد على قفانا في الاخر. ليه؟ ليه الغلبان بنشيله طين؟ ليه اللي بتقول حاضر ونعم بنشيلها طين فوق دماغها ودماغ اهلها؟ ليه؟ ليه؟ النهارده لو عندك واحده النهارده ابوها غني بتعملي لها مليون حساب حتى لو بتشتمك صبح وليل، ولو واحده يا عيني غلبانه وابوها غلبان دي تتحط عليها طين ملهاش ديه، مين هيسال عليها؟ ابوها غلبان دي ملهاش عزوه. يا ست الكل بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، اما تلاقي مرات ابنك شايلاكي وصايناكي يا ست اعتبريها بنتك واحترميها، يا ست احترميها. ولا عشان انت بتزعقي لها مفيش حد يجيب لها حقها؟ عشان ابنك بيجي عليها مفيش حد يجيب لها معاها؟ مقطوع ملهاش حد. لو لها عزوه هنحترمها، لو في عيلتها واحد ظابط هنعمل لها 1000 حساب، لو في عيلتها واحد بلطجي هنعمل لها مليون حساب. كما تدين تدان، زي ما بنتك بنت ناس مرات ابنك برضه بنت ناس. على فكره هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ولو مرات ابنك لها حق هتاخده منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.